دلوقتي انا غلطت يا حسين وعملت غلط كبير قوي، هل لي من فرصة تانية؟ اخر جزئية في التصالح مع الذات بقى اسمها شوف نفسك بعيون ربنا. تعالوا نشوف ربنا بيشوفنا ازاي. وليه انا بكلمك على الجزئية دي؟ عشان ما تجيش تقول لي ابويا، ما تجيش تقول لي امي، ما تجيش تقول لي حبيبي، ما تجيش تقول لي اصحابي. شوف نفسك بعيون ربنا. يعني في آية الأنعام الآية 54 كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني إيه؟ قال لك إنه ربنا جعل الرحمة هي أصل التعامل معانا إحنا كمخلوقاته وكعباده، وليس الاستثناء. الأصل هو إيه؟ هو الرحمة. ربنا كتبها على نفسه. عارف انت اوقات انت ممكن تكتب انا دايما هكون صادق. انت كتبت على نفسك وحاجه، انت دايما هتبقى صادق. انا دايما هكون معطاء حتى لو اللي قدامي ما قدرش. مين عمل كده في نفسه قبل كده؟ قال انا دايما حتى لو اللي قدامي. اذا انت عملت ايه؟ انت كتبت على نفسك وعدت نفسك ان انت هتفضل كده. تخيل ربنا كتب على نفسه الرحمه. طيب تعالوا نشوف درجات ربنا في الرحمه. يعني ربنا بيتعامل معانا بدرجات. بمعنى ايه؟ في درجه من الدرجات الا وهي انه ربنا بيعفو عن سيئاتنا. يعني انت عملت سيئة فتبت عنها، فربنا ايه؟ عفى. عارف عفى عنها دي معناها ايه؟ كأنها ما كانتش موجودة. دي درجة من درجات الرحمة. طيب سمعت عن درجة تانية بتقول انه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا لا لا، تعال نستنى بقى. ده هو قرر يعمل ايه؟ يعني مثلا 5 سيئات اللي عندك هناخدهم ونحطهم ايه؟ يعني في درجة هي ما حصلتش، وفي درجة ان احنا هنحولها. طيب في درجة تانية من الرحمة قال لك انه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني ما غلطتش، ما زعلتش، ما اذنبتش، يا نهار اسود ده انت اسرفت. يعني هنا ما قالش خطأ، هي دي ما هنا هو قال ايه؟ اسراف. يعني انت ممكن تكون ضيعت جزء كبير قوي من حياتك، بس هو قال لك ايه؟ خلاص انت تبت خلاص. فاذا دايما باب ربنا دايما مفتوح، ودايما ربنا رحيم، وربنا دايما ليه حكمة في ده. انه ربنا برضو اللي قال انه لو احنا ما كناش بنذنب فهيمشينا ويجيب ناس تانية يذنبوا فيتوبوا فيغفر لهم. وده يرجعنا للحديث اللي كنا بنقول فيه ان كل بني ادم ماله خطاء. فانت ما تجيش تقعد كده مع نفسك وتشوف نفسك على ان انت الشر الاوحد، على ان انت ابشع انسان في الدنيا، على ان انت مفيش احد عمل اي حاجه وحشه في الدنيا الا انت. لا، انت رحيم بنفسك. طيب تفتكر ربنا هيكتب على نفسه الرحمه وان هو يكون رحيم بينا الا وربنا عارف انه في ايمان الانسان برحمه ربنا وتصديقه ليها الا انها دايما فيها باب لايه؟ باب للرجوع، ان انت ترجع. يعني كلنا نفتكر قصة الراجل اللي عنده اللي قتل 99 نفس فراح لأعلم أهل الأرض هل لي من توبة؟ قال له لا 100. إذا لو مفيش توبة إيه اللي هيعم؟ الخراب والفساد. وأنا إنسان برضو هزيد في أي حاجة وحشة أنا بعملها. مش هيبقى دايما عندي فلتر أو عندي مرجع أو عندي فكرة إن أنا ما يلا نرجع، ما يلا نغير. هي دي فكرة ان انت ازاي تشوف نفسك بعيون مين؟ بعيون ربنا. الرحمه. ربنا كتب عليك الرحمه، فمعلش بقى زي ما انت ايه، مين حضرتك عشان تعاملني بالشكل ده ولا تقسى عليا بالشكل ده؟ لا، ربنا رحمني فاذا انا كمان انا هرحم نفسي. فجزء من تصالح الانسان مع نفسه ان دايما في باب رحمه. يعني في باب اقدر اخبط عليه في اي وقت وهيتفتح لي وهيقول لي اهلا وسهلا بيك. وعلى فكره الجزء الإيماني مهم في التصالح مع نفسه. الإنسان المتصالح مع نفسه هو الإنسان اللي فيه علاقة روحانية بينه وما بين ربنا. أنا هنا مش بتكلم على الفروض، بتكلم على العلاقة اللي ما بينك وما بين ربنا، اللي في قلبك أنت بقى، اللي طالع من قلبك كده، وبتحس إنه ربنا بيبعت لك بقى حاجات بتطيب على خاطرك، حاجات بتهون عليك، بيشيلك من حاجات أنت كانت بعد ما قفلت في وشك سبحان الله هو أخدك منها وشالك منها. فدي فكرة إنه لا، رحمة ربنا موجودة وأنا محتاج إن أنا أشوف نفسي بعيون ربنا.
وده جزء اساسي من تصالح الانسان مع نفسه. عشان كده برضو من الاحاديث ان الله اشد فرحا بتوبه عبده، ربنا بيفرح لما ترجع له. يعني لو انت شايف ان ربنا زعل منك عشان انت عملت الغلط الفلاني، فربنا بيقول لك انا هفرح لما انت تعمل ايه. فانت اوقات لما تغلط في حق حد فانت بتبقى محرج، انا اروح اقول له ايه؟ انا ماليش وش ان انا اقف قدامه ان انا اعتذر له، انا اذيته او ان انا المته الم كبير. بس انت اوقات لما تحس ان الشخص ده ممكن يقول لك خلاص يا عم عفى الله عما سلف، خلاص يا عم ولا كأن في حاجه حصلت، خلاص يا عم يلا نبدا صفحه جديده، تحس ان انت الدنيا نورت في وشك. ربنا بيقول لك انه انا هفرح لما انت ايه؟ لما انت تيجي. فعادي ان انا افتح دايما لنفسي صفحه جديده. بص بقى الحاجه الخطيره الجايه، وعلى فكره ده مستوى من مستويات الرحمه، وكلها مستويات جميله. انا نفسي في اي حاجه اي حاجه. مش احنا بنغلط كتير، بنكرر نفس الغلط ونفس الذنب ونعك نفس العكه تاني. حديث النبوي بيقول لك يقول لك ان الله لا يمل حتى ايه؟ تملوا. يعني تعالى في اي وقت اهلا وسهلا بيك. طيب غلطت فتبت فغلطت تاني، تعال. طب تاني تعال. طب تالت تعال. يعني دايما الباب مفتوح. على فكره عمرك ما هتلاقي بني ادم كده، يعني مفيش اي بني ادم في الدنيا تغلط في حقه فيفتح لك الباب، تغلط في حقه فيفتح لك، تغلط مفيش. الوحيد اللي هيعملها معاك هو ربنا. ان الله لا يمل حتى تمل. خلاص اهلا وسهلا بيك، تعال. ليه ربنا بقى ادانا كل مستويات الرحمه دي؟ ربنا بيقول ايه في سوره النساء ايه 28؟ يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. انت كائن ضعيف، يعني مهما بقى قلت لي عالم وعندك معرفة انت ضعيف وانت جاهل. وهنا جاهل مش إساءة ليك، ولكن هي مهما كان عندك المعرفة انت ما زلت تجهل. ما زلت تجهل، ومهما علمت ومهما عرفت انت ما زلت تجهل. فعشان كده ربنا اداك كل ده عشان ربنا رحيم بيك، وربنا عارف ان انت قد ايه ضعيف. زي ما قلت لك انت خلقت انسان ناقص. مش بطلب منك ابدا ان انت تسعى الى الكمال، انا بطلب منك دايما الى ان انت تسعى الى تقويم نفسك والى تهذيب نفسك، وان انت تسعى الى ان انت لما تغلط تتراجع عن ايه؟ عن الخطأ ده. انما فكرة ان انت تغلط، هو انت هتغلط. ممكن تغلط عن جهل، عن عدم معرفة، ممكن تغلط عن علم وانت عارف ان ده فيه ضررك او ان ده فيه اذاك. في كل الاحوال ان انت هتغلط، ولكن في كل الاحوال ايه اللي هيحصل؟ اهم حاجه قدرتك على ان انت تعمل ايه؟ على التراجع، على تصحيح المسار، على التوبه. فده اللي يخلي الانسان متصالح مع نفسه.